الحياة البرزخية هي الحياة التي تكون بين موت الإنسان وقيام الساعة. والإنسان قد يقبر فيدفن في الأرض، وقد يلقى في البحر فتأكل الحيتان، وقد يلقى في اليم فتأكل الطيور والوحوش. ومع ذلك فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله، وهي عن الحياة البرزخية من عالم الغيب. فلولا أن الله ورسوله أخبرانا بما يكون فيها ما علمنا عنه، ولكن الله تعالى أخبرنا في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته بما لا نعلمه عن هذا الأمر. فالحياة البرزخية يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم، إما على الروح وحدها أو تتصل بالبدن أحيانا، لكن هذا العذاب ليس من عالم الشهادة، ولهذا يعذب الإنسان في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، أو يفتح له في القبر وينعم فيه ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها ونعيمها. ولو أننا كشفنا القبر لو